تزاد. هذه الخرجات كانت خرجات اللي هي معقوله، مطالب ديال الشباب كانت مطالب اللي هي معقوله، واللي كتبين على مجموعه ديال الاختلالات اللي كاينه داخل الجسم الحكومي، اللي خصنا نفهموا على ان المغرب الان في مفترق ديال الطرق، وان هذه الخرجات هذه خصنا نفهموا انه كاينين الناس اللي ممكن يركبوا عليها، ناس ما باغينش التنميه في المغرب، ناس تابعيننا على الصغيره وعلى الكبيره. طبعا الجميع كيعرفني على ما كنهضر، ونبغي نذكر على ان في هذه 5 ايام المغرب عرف في القنوات الاجنبيه حملات شرسه ضد النظام الديمقراطي والنظام الملكي بالخصوص. المغاربه راه ماشي بولداء، المغاربه راه الناس واعيين، وحنا راه عندنا تاريخ، والمغرب كدوله راه عنده 12 قرن و7 القرون. باش نكونوا متفاهمين، نحن سوم غوياليس بليس كو لو غوا لوي ميم، باش نكونوا فاهمين مزيان. كاينه مجموعه ديال الاختلالات اللي كيعرفها التدبير ديال الشأن العام. علاش هاد الناس خرجوا؟ علاش هاد الشباب ما عندهمش اي اطار اللي ينظمهم واللي يحتويهم؟ طبعا البعض كيقول على ان هاد الناس هادو هما زايدين في مرحله ما بين 97 98 حتى 2015 او 2018. هذا ماشي عيب انهم يكونوا داخل الشبكه العنكبوتيه، لكن العيب انه امكانيه استغلال هذه الوقفات هذه من اجل تخريب. وراه كانت امثله في بعض المدن اللي عرفت بعض التجاوزات. هذوك الناس اللي ماتوا راه مواطنين، سواء والجرحى كذلك من القوى العموميه. هذيك السيارات اللي حنا اللي كنخلصوهم، راه مال العام هذاك، راه هاد الميساجات هما اللي خصهم يدوزوا. راه هكا حنا في قمه الوعي، حنا راه ما كنلعبوش، راه واخا كنحتجوا في السلم وكنوصلوا المطالب ديالنا. المغرب غيبقى دائما دوله دستوريه، وحنا محكومين بالدستور، محكومين بالمؤسسات، ولكن عندنا خلل في المؤسسات، والناس اللي صارين على الامن العام ديال البلاد هذه المؤسسات غادي تنقى. غادي خصنا شويه الوقت، لان ضيعنا شي وقيته ما بغيتش نرجع ليها. ضيعنا 40 عام، ما نبقاوش نرجعوا للور. 40 عام مشات ما درنا فيها لا تنميه لا والو. تفهمنا؟ ملي جا الملك محمد السادس الله ينصرو والله يشافيه، عاد بدينا كنستثمروا في البلاد وكنبينوا الواجهه ديالها. هادو اختلالات غادي يتعالجوا وخصهم يتعالجوا. التعليم حق ديال المواطنين، السكن كذلك حق، التطبيب حق. ما خصش الناس يسعاو. حنا ما كنطلبوش من الدوله الصدقه، هاد الناس اللي خرجوا ما كيطلبوش الصدقه من الدوله، كيطلبوا الحقوق ديالهم، ولكن كنطلبوا الحقوق بنظام، كنطلبوا الحقوق ديالنا بوعي، كنطلبوا الحقوق ديالنا بسلم. هذاك الشرطي راه الاخ ديالي، راه ممكن يكون الاب ديالي، ممكن يكون جاري. اذا هذاك راه مواطن، ما خصنيش نعرضه. هو ملي كيكون محطوط في الشارع العام راه كيحميني انا وكيحمي المصالح ديال جميع المواطنين، باش نكونوا فاهمين. اذا لا ديريف اللي بغاو هذوك الناس يوصلونا ليها راه ما غنوصلوش ليها. حنا واعيين وعارفين اش كنديروا. الا خرجنا نحتجوا ولا هاد الناس خرجوا يحتجوا، تفهمنا، راه احتجوا بمطالب اللي هي سلميه ووصلوا الصوت ديالهم. السؤال المركزي اللي مطروح الان، شكون اللي غيحتوي هاد الناس ملي غيسالي هاد الشيء؟ هادو ما كينتخبوش. الا سولتيهم غتلقاهم 80% ما عمر كيعرف شنو هو انتخابات، ما كيعرفش شنو، لانه فاقد الثقه. اذا اش خص الاحزاب تحل الباب ديالها، خص الناس يحتويوا هاد الناس هادو في اطار احزاب وفي اطار نقابات، لان كل شيء ولا فاقد الثقه في كل شيء. وملي كنفقدوا الثقه في كل شيء ما يمكنش لنا نزيدوا. اذا هنا خصنا نفعلوا المبدا اللي كيتقال هو ربط المسؤوليه بمحاسبه. هذا السيد اللي كيولي مسؤول وبين عشيه وضحاها كيدير المراير، منين جابهم؟ حنا كنقدموا مقترح انه ولا برلمان 2 مرات ما يعاودهاش مره ثالثه، يخلي الناس يطلعوا. هذاك المسؤول ماشي بوحدو اللي قاري في البلاد، هادو تا هما قارين. اذا الا فعلنا البوند ديال ربط المسؤوليه بمحاسبه، راه كنظن ان الميساج غادي يدوز. وكنظن ان الناس كاين بعض المرات كتكون بعض الهفوات في التدبير وبعض الاختلالات في الطريقه ديال صرف المال العام. تفهمنا؟ اذا هاد الاختلالات يمكن لها تعالج.
ولكن كتعالج داخل المؤسسات. حنا كنريحوا في الطبله وكنناقشوا المشاكل ديالنا كلها كعائله. حنا ما كنخربوش وماشي في صالحنا التخريب. هادوك الناس اللي هما بغاونا نخربوا وبغاونا نشعلوا العافيه ما عمرها غادي تشعل في المغرب. المواطن المغربي مواطن واعي، والدليل انهم خارجين دابا في الدار البيضاء كامله اللي حنا فيها الان ما عندناش حتى شي اعمال ديال الشغب، وما عندناش شي اعمال ديال العنف. الناس خارجين كيعبروا على الاراء ديالهم وكيعبروا على المطالب ديالهم بكل حريه وبكل تضامن حتى مع القوات. شفنا حتى التعامل ديال جهاز الامن، شفنا كيفاش كيتعامل مع المواطنين. كانوا بعض التجاوزات سفري من الطرفين، ولكن ما غاديش الامور ما غاديش تطول، الامور ما غاديش توقف هنا. اللي بغيت نقول ونأكد عليه، حنا دوله، وهاد المواطنين راهم واعيين وعارفين اش كيديروا، وبالتالي اذا كانت شي محاسبه خصها تكون داخل المؤسسات. رئيس الحكومه في اطار ذاك البلاغ اللي عنده ما يتقال في اطار الاغلبيه بغى يهضر، ولكن مع من غادي يهضر؟ هاد الناس ما عندهاش ممثلين، اذا ما غادي يهضر خص هاد الناس يتنظموا في اطار تمثيليات ويحلوا الباب ديال الحوار ويحلوا الباب ديال النقاش. وهذيك الساعه المسؤولين اللي تثبت في حقهم بعض الاختلالات او التجاوزات خصهم يتحاسبوا. تعطي العنايه الكافيه لسميتو للسكن، تعطي العنايه الكافيه للتعليم، وتعطي العنايه الكافيه للصحه، لان هاد الثلاثه هادو هما لي بيليي ديال المواطن. ما بغيناش حنا مواطن هش، بغينا مواطن قوي، بغينا مواطن واعي. شكرا. اذا شنو هو الحل لهذه الازمه وهذه الاحتجاجات في نظرك؟ هل من حل ام الامر؟ الحل هو ان الدوله دائما خصها تبقى حاله، فهمتيني، تبقى حاله الباب ديال الحوار مع هاد الناس، وهاد الناس خصهم يتكتلوا في اطار لجان او شيء من هذا القبيل باش يمكن لها يتخاطب معها. او الشبيبه ديال الاحزاب. لا راه قلت لك قبيله كاين قصور كبير من طرف الاحزاب، لان هاد الناس فاقدين الثقه في الاحزاب. علاش فاقدين الثقه في الاحزاب؟ لان اللي جا ترشح ولا خدا واحد المسؤوليه ما كيبقاوش يشوفوه كبرلماني، وملي كتسولو كيقول لك لا، انا المهمه ديالي ما عنديش علاقه بالمعيش اليومي ديالكم نتوما كمواطنين، انا عندي علاقه بالتشريع. وهذا الشيء سمعناه شحال من مره. سيروا شوفوا مع رئيس المقاطعه، رئيس المقاطعه كيدخل في واحد اللعبه اللي فيها الاغلبيه، كيفرق بعض الامتيازات هذوك الاغلبيه، فهمتي، كيوظفوا الاقارب ديالهم، كيفرقوا المصالح بيناتهم، وكيبقاو طبعا انا ما كنعممش ماشي كل شيء، ولكن كان هاد الحالات كاينين. هاد الناس، هاد الشباب هادو اللي طالعين دابا اللي في عمرهم 30 عام و26 عام فاقدين الثقه في هاد المؤسسات. خصهم يتحضروا، خصهم يدخلوا لهاد المؤسسات، خصها تحل لهم الباب وتحتضنهم وتستقطبهم باش يمكن لهم يفعلوا التغيير من الداخل ماشي من برا، هما يغيروا من الداخل. الملك شحال مره في الخطابات ديالو ديال البرلمان دعا ان الاحزاب تحل البيبان ديالها للمراه والشباب. هادو طبقوا هذا الشيء. هذوك الناس ديال هاد الاحزاب هذه اللي هي شاخت خصها تمشي تربي الخلف باش يمكن لها تستمر. واخا عندها تجربه، عندها تجربه زعما عندها تجربه، وخصها من ضمن المهام ديالنا خصها تاثر هاد الناس. هاد الناس ما يبقاوش خاويين، يجي واحد من برا حنا ما عرفناش شنو هما الناس اللي كيأثروهم من برا. هاد الشيء راه مطروح. راكم انتم متبعين في القنوات الاجنبيه شنو هو القمه ديال الدناءه بين قوسين ديال بعض القنوات اللي قامت في المسلسل الديمقراطي في المغرب، في المسلسل التنموي، لدرجه ان ناس في قنوات اللي هي محسوبه على بعض الاشخاص، على بعض الجهات، كتنادي بان هاد الناس هادو خصهم يمشيو يوقفوا قدام القصور ديال سا ماجيستي. واش بغي انت شي واحد يوقف لك قدام باب دارك ويبدا يغوت؟ لا، ما يمكنش. حنا كنحترموا المؤسسات ديال الدوله، والدوله دابا الكره في الملعب ديالها خصها تعطي المثال، خصها تخرج بمقترحات جديده، خصها تفعل ما يسمى وتغير حتى من لغه الخطاب ديالها. طبعا هذه الحكومه سيرتو هذه الحكومه ديال اخنوش هي حكومه منغلقه، والجميع كيتفق على انها حكومه ما عندهاش تواصل
وان حتى التواصل ملي كديروا تواصل ضعيف، وحتى وفي كثير من الاحيان ملي كيديروا شي خرجات كما كنقولوا كيبغي يكحلها كيحل عليها كيزرق عاميها. خير دليل على ذلك البلاغ الحكومي. خنوش ما كانش جاري، علاش غنتسنى انا الاغلبيه الحكوميه باش ندير بلاغ؟ هو خصو ياخذ المبادره، وخص البلاغ يخرج باسم رئاسه الحكومه ماشي باسم رئاسه الاغلبيه الحكوميه. هذه مساله ما كدارش في الانظمه الديمقراطيه. خصو يكون راجل مسؤول ويعطي المثال. طبعا هاد الناس هادو راه شاروا جوج الحوايج. شاروا المساله الاولى راهم قالوها في الشعارات ديالهم، ربط المال بالسياسه. المال بالسياسه ملي كتلاقى الثروه مع السياسه، وللاسف ملي كتكون النيات ما واضحاش كيمكن نوقعوا في لا ديغيف، كيمكن نوقعوا في مجموعه ديال التجاوزات اللي بغيتي او كرهتي. شوف اخر مره التعديل الحكومي الاخراني جيب لنا واحد وزير عطاه مسؤوليه كوزير ديال التعليم، كان كيبيع المصاصات ما عرف في شي مؤسسه ديالو مع الزوجه ديالو. هذه ما كدارش. واش المغرب ما بقاوش فيه اطور اللي يمكن لهم يسيروا هذه القطاعات هذه؟ راه خصنا نخرجوا من هذه المنطقه ديال الحسابات الضيقه. حتى ان الوزارات خصهم ينفصلوا. دابا عاطين وزاره التعليم مع الرياضه. طبعا حنا كنعرفوا ملي في الوقت ديال الانتخابات الناس الاحزاب اللي كتجي في المرتبه الاولى واللي كيكون من بعد ما كيتعين سميتو الوزير الاول وكيبدا في مشاورات، كتكون واحد اللهطه، واحد اللهفه على الحقائب الوزاريه. ما كتخالش الكفاءات باكثر ما كتخاد مساله ديال القرابه، مساله ديال التعيين بين قوسين. هذا الوزير قريب لي هذه باش نرضيه، لا ما خصناش نمشيو بهذا الطريق. هذا الوزير كفء في واحد الدومين نعطيه في المسائل اللي هي غادي يكون كفء فيها، والقطاع اللي يمكن ينظموا. ما يمكنش نجيب واحد كيبيع مصاصه ونعطيه التعليم يخرج لنا على المستقبل ديال وليداتنا. ما بدون برنامج، وزاره بدون برنامج، بدون خطط، بدون ناهيك على صرف المال العام. راه الميزانيه اللي كتصرف في قطاع الصحه رغم العيوب ديالو الان راه ميزانيه خياليه. كذلك بالنسبه للتعليم راه ميزانيه تصرف، راه اموال طائله وتصرف. ومنين كتخرج الاموال كتخرج من دافع الضرائب، بمعنى حنا ما عمرنا غنبقاو نزيدوا لقدام، دائما كناخذوا نسبه كبيره من الناتج الداخلي الخام وكنصرفوها في كتمشي الله اعلم. اما موازين اللي قالوا الاخوان راه موازين، حتى في السؤال اللي تطرح على بعض المسؤولين كيقول لهم هذيك ماشي فلوس الميزانيه ديال الدوله، هذيك فلوس ديال الاشهار عطاوها لينا نديروا بها. طبعا ممكن الاشهار يعطي مساهمات ماليه، ولكن حتى موازين مثلا اللي قالوا الاخوان خص يتعاد فيه النظر. ما كايناش غير هيفاء ووهباء وهذاك الشيء اللي كيبقاو يجيبوا. عطيونا ربيو المواطن وعطيوه الذوق. ولكن الموسيقى راه ما فيهاش غير تشطيح وما عرفتش كيديروا. الموسيقى راه تهذيب، راه فن، راه وعي. صراحه كلامك موزون، والمغاربه كيسولوا الاسم ديالك والمهنه ديالك. مش ضروري نقول لك انا موظف شاب مغربي او رجل مغربي عندي غيره على الوطن. طبعا انا ماشي من جينيراسيون ديال هاد الناس لان هادو صغر مني وانا كنبان قد باهم، فهمتي. انا كبرت في واحد الظروف ديال سميتو بلا ما نرجعوا ليها. حنا جينيراسيون ديال الستينات كنعرفوا البلاد كيفاش كتحرك، وكنعرفوا المؤسسات كيفاش كتحرك. اللي خص هو انه خصنا نفعلوا المحاسبه. وهذاك الناس اللي كيسرقوا الفلوس انا ما ندير بالحبس ديالو. يرجع لنا الفلوس للخزينه ديال الدوله، والحبس ديالو الله يسامح يعطيني اتساع ما عندنا ما نديروا به. لان قبيله هضر واحد السيد وقال لك انه الناس كيغتنيوا. طبعا الدوله الان عندها ما يسمى بالتصريح بالممتلكات، وكتعرف هذا الوزير اللي جا شحال كان عنده وشحال ولا من بعد. تفهمنا. اذا اللي خص هو انه الا كان شي تحرك في الاطار هذا اللي دا شي فلوس للشعب المغربي يرجعها، والحبس ديالو الله يسامح ما بغيناش. فهمتيني. الحبس ديالو الله يسامح نخليو حنا الحبس على هذاك اللي سرق بورطابل واللي سرق سميتو، لان السجون راه عمرات. تفهمنا. اللي دا شي ريال المغرب يرجعوا. هاد الناس راه ما غاديش يسمحوا لهم. اللي دا شي ريال يرجعوا. تفهمنا. وهذوك الدواصل اللي كاينين عند العدوي اللي هي رئيسه المجلس الاعلى للحسابات خصهم يتحركوا، ما بقاوش يتفاعلوا سياسيا. للاسف خص اللي دار شي مخالفه ودا شي حاجه من المال العام يرجعوا، والحبس ديالو ما عندنا ما نديروا به، غير يعطينا اتساع ويمشي في حاله. هذا الشيء اللي كاين. والترشيح ديال الناس اللي كياخذوا المسؤوليه سيرتو في البرلمان، انا عندي مقترح ما يبقاش يبقى لنا 20 عام و40 عام. اذا ترشحتي جوج ولايات سير في حالك. واش غنت اللي كاين؟
وهنا اش كيطرح لنا خصنا نجدوا النخب. نعم. اذا بغينا نجدوا النخب غنفتحوا الباب لهذا الشباب يدخل الاحزاب. نعم. وبالتالي تكون عنده الفرصه انه يولي تا هو برلماني ويولي تا هو مستشار. ملي كنخليو ان هذاك السيد 20 عام ومريح في الكرسي ودائما برلماني، واش هو اللي برلماني في هذه الجهه؟ ما يمكنش يبقى فيها بهذه الطريقه هذه. اذا خص تجديد النخب ديال الاحزاب ونفتحوا الباب لهذا الشباب باش ينخرط ويطلع، ونحددوا اللي عطى 2 ولايات 30 يمشي في حاله، يريح لدارو ويستريح، يقابل لي زافير ديالو. شي عنده فيرما ديال الدجاج، شي عنده فيرما الحوليه، شي عنده واخد الزيتون، كل واحد اش واخد يمشيو يقابلوا هذاك الشيء ويستراحوا ويسبحوا. راه كاين غير الموت، راه ما كاينش حاجه اخرى، ولا حتى شي ما غيدي معاه شي حاجه. ولا كانت شي مشوره يمشيو عندهم يتشاوروا معاهم. الا كانوا الله يرحم لك الوالدين يبقاو كمجلس خبراء، نسميهم خبراء يريحوا، يعطيو الباساسيون، هاد الشباب وينصحوهم. ولكن يبعدوا شويه على السياسه. واش بقى انت 40 عام وانت في السياسه؟ انت اللي سياسي؟ راه خص الناس يفهموا هذا الشيء. وانت ساد الاحزاب وبغيتي الناس كتقول لهم علاش ما كيصوتوش، وفي الاخر كتجي تعطي التزكيه لاي واحد. وكاين مناضلين داخل الاحزاب اقسم لك يمين مع ما خداوش التزكيه. علاش؟ لان كتدخل حسابات اخرى. شكرا كل شيء. وبلا ما نهضروا على مشكل الاعيان. الا جبدنا مشكل الاعيان عاوتاني بقينا تمايا.